بص الراجل قطع الرباط الصليبي بتاعه في قوة جامدة بتزوق القصبة اللي قدام. فزقت القصبة اللي قدام دي خلت الرباط الصليبي بتاعه فرقع. نفس الحكاية برضو الست دي هي شايلة وزن، وفي قوة بتزوق القصبة بتاعتها لقدام، فالرباط الصليبي زي ما احنا شايفين في الفيديو فرقع برضو. تسمع صوت طقة وركبتها تورم في الحال ومش قادرة تقوم، طلبت المساعدة. اللاعب ده بقى نزل على رجله الشمال وهي متنية سنة في تانية في الركبة، تانية بسيطة، وبعد كده لف لجوه بجسمه وركبته لفت لبره فالرباط الصليبي اتقطع. ده بقى ركبته اتفردت للآخر، بص على ركبته كده اتفردت للآخر، فردت الركبة للآخر دي تقطع الرباط الصليبي. ده برضه نزل نزلة غلط على رجله الشمال، نزل نزلة غلط، رجله ثابتة على الأرض ورجله لفت لبره وجسمه لف لجوه، طرقع الرباط الصليبي. ده بقى الركبة اللي فيها رباط صليبي. بص بقى الركبة مش ثابتة، التست ده كده الاختبار ده بيتعمل، الركبة القصبة بتتحرك لقدام بسهولة، بص كده أي شدة على عظمة القصبة بتعرف تاخدها لقدام بكل سهولة، الركبة سايبة وهو بيمشي ركبته بتخونه يعني هو ماشي ركبته تلف وممكن يقع يتكفي على وشه. ده عنده أربطة تاني كمان، عنده الرباط الخارجي مقطوع، وغالبا هيبقى عنده إصابة في الغضروف. شوف ركبته بتلف ازاي، القصبة بتلف ازاي، كذا رباط مقطوعين في نفس الوقت. طبعا كل ده بيبان في أشعة الرنين. بيتم إعادة بناء للرباط الصليبي، بناخد وتر من مكان تاني، ممكن ناخد وتر من الفخذ، ممكن ناخد وتر من الساق، بناخد الأوتار ونشكلها على هيئة رباط صليبي بنفس الطول ونفس التخانة بتاعت الرباط الصليبي الأصلي. اهو زي ما احنا شايفين كده بنضفرها، بيضفر الأوتار اللي خدها عشان تبقى تخينة، تخنها تقريبا 9 ملي، 10 ملي، 11 ملي، وبعد كده بيربطها بخيوط وبنثبتها في العظم. بعد ما اهو دلوقتي بياخد مقاس للرباط الصليبي اللي اتعمل، والرباط الصليبي بعد كده بيتركب بيه المنظار، بنفتح فتحات صغيرة. الوتر اهو اللي بقول لكم عليه بيتاخد من الفخذ، الوتر ده موجود في الفخذ من ورا. ممكن ناخد وتر او ناخد اتنين، ناخد وترين. هناخد الوتر التاني بآلة معينة اهي، ناخد الوتر ملناش دعوة بالعضلة، بناخد الأوتار بس اللي لونها أبيض، وبعد كده الأوتار دي بنخيطها في بعضها، نعملها رباط واحد قوي يبقى بنفس تخانة وطول الرباط الصليبي الطبيعي، بنطبقها كده عشان تبقى نفس التخن بتاع الرباط الصليبي الطبيعي. وبعد كده مرحلة تثبيت الرباط الجديد ده في العظم، بندخل بالمنظار زي ما احنا شايفين، المنظار بيورينا جوه مفصل الركبة، بنملاه محلول ملح وبنبص على الرباط الصليبي. بنشيل الرباط الصليبي القديم، بواقي الرباط الصليبي القديم بتتشال بآلة اسمها الشيفر زي ما احنا شايفين. وبعد كده بنعمل تانل، بنعمل نفق في العظم عشان نثبت فيه الرباط الصليبي الجديد. عملنا نفق في عظمة الفخذ، ونعمل نفق في عظمة القصبة، وبعد كده بنثبت الرباط الصليبي الجديد مكانه بمسامير، بيتثبت بمسامير زي ما احنا شايفين كده. وبعد كده بنبص نتأكد بالمنظار ان هو ثابت مكانه، وتبقى كده العملية خلصت.